السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء الحاجة بتسألك كذا سؤال وعايزاكي تطلعي في بث مباشر ترد عليها. اول سؤال بتسألهولك: ايه اخبار بيت ميسي جانو؟ انت اجرتيه ولا بنتك قاعدة فيه زي ما انت بتقولي البيت بتاع بنتي، ولا البيت راح فين؟ ما هو انت لو بنتك عايشة فيه كنت انت هتصوري فيه على طول. بس احنا عايزين نعرف احنا والمتابعين مين اللي خد البيت دلوقتي. طب وانت مالك؟ حضرتك مالك؟ انت مالك؟ مدام هناء اجرت البيت، مدام هناء قافله الباب البيت، بنتها عايشه فيه، انت مالك؟ ايش دخلك؟ انت ايش دخلك في حاجه زي كده؟ يخصك عشان توجهي لمدام هناء، توجهي لها سؤال. هو حضرتك مين عشان توجهي لمدام هناء سؤال؟ بعدين بتسأليها: هو المغربي اللي كنت بتكلميه هو اللي سكن في البيت؟ برضك مالكيش دعوة ومحدش ليه دعوة مين اللي سكن في البيت. مغربي، تونسي، جزائري، مصري، فرنساوي، هي حرة. بنتها اللي تعيش فيه برضك هي حرة. مدام هناء تروح تعيش فيه هي برضك حرة. محدش ليه دعوة بحاجة تخص الست. ما تتدخلوش نفسكوا في خصوصياتها. ده انت يعني مش سايبه الست في يعني استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده انت طالعه تقولي لها يعني ان انت من حقك تسالي، او انت بتقولي فانا لازم اسال. هي ليه بتعمل حاجات غلط؟ ليه بتشوه سمعه مصر وبتشكر في فرنسا؟ انت شفت مدام هناء بتشوه سمعة مصر؟ هي مدام هناء عشان طلعت وشكرت في فرنسا، البلد اللي عايشة فيها يعني اكتر من نص عمرها، وبتقول البلد يعني لما حصلت لها حادثة ولما حصل فيها وفيها البلد شالتها، محدش اتأخر عليها. لما بيحصل لها اي تعب بتجري بتروح تتعالج. لما بتشكر في فرنسا مش معناتها ان هي بتشوه سمعة مصر. لا، مدام هناء مصرية وبتحب بلدها. فبلاش الكلام اللي انتوا بتطلعوه، الاشاعات اللي انتوا بتطلعوها على مدام هناء دي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وعمالة تقولي اصل هي حاطة في بيتها اصنام، اصل هي عاملة نفسها داعية اسلامية، وبعدين بتشجع المساكنة. يا ست اتقي الله، اتقي الله. هي الست شجعت المساكنة فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتوا بتقولوا كلام استغفر، ما بتخافوش من ربنا يا جماعة؟ ما بتخافوش؟ اتقوا الله، اتقوا الله في الست. انتوا ما فيش، انتوا بتعدوا عليها النفس اللي تتنفسوا، انتوا بتعدوا عليها دقات قلبها. الست لو كحت بتقولوا كحت. الست بتطلع يعني الست وحيدة ملهاش حد غير البنتين، والبنتين الحمد لله والشكر لله ربنا أكرمهم ومتجوزوا. عايزين الست تعمل ايه؟ الست عايشة وحيدة، هتعمل ايه؟ كانت بتشتغل أيام ما كانت صغيرة وقادرة وصحتها قادرة. دلوقتي الست ما بقتش قادرة على الشغل، فهدنها قاعدة حاطة ايدها على خدها في البيت بتاعها لوحدها كده. بتطلع تروح تعمل فيديو، تعمل اي حاجة. ده انتوا يا حول الله، يا حول الله، عايزين الست تدنها قاعدة في بيتها كده ما تعملش حاجة؟ طب ايه ضركوا ان الست ما بتعمل فيديو واثنين وثلاثة في اليوم؟ ما تعمل، وليها جمهورها وليها الناس اللي بتحبها، واللي ما بيحبهاش ما يدخلهاش. والست نفسها قالت بدل المرة مليون مرة: اللي مش عاجبه طريقة أكل ما يخشش، اللي مش عاجبه أي حاجة من اللي أنا بعمل. ست عندها كذا قناة. وبعدين موضوع الأكل قبل ما بتاكل بتبقى كاتبة كده في العنوان: تعالوا افطروا معايا، تعالوا اتغدوا معايا، تعالوا تعشوا معايا. اللي مش عاجبه فقرة العشاء ما يخش لهاش. لكن انتوا في يعني صراحة ناس أشرار، حق ربنا، ناس أشرار.
بعدين مدام هناء مش بتعمل فيديوهات عشان قاعدة وحدها وبس، لا، ده مدام هناء عندها كارد كمان مطلوب منها انها تسدده. لو ما عملتش فيديوهات هتسدده منين؟ جاوب انتوا، لو ما عملتش فيديوهات هتسدده منين مدام هناء؟ وبعدين انت كمان يا حاجة بتقولي انا لازم اطلع واسأل كمان عن سرقة المزرعة، واسأل عن بيت ميسيو جانو، واسأل بتشجعي المساكنة ليه، وولادك مش محجبين ليه، بناتك مش محجبة ليه. برضك هرجع اقولك انت مالك، يعني هرجع اقولك تاني وتالت وعاشر، سيادتك مالك؟ تسألي على حاجة، دي حاجة عائلية، موضوع المزرعة دي حاجة عائلية، بتسألي فيها ليه؟ ملناش دعوة، كل عيلة فيها. وبعدين بناتها محجبين مش محجبين هي حرة برضه، هم أحرار. ما قالت لك، قالت بدل المرة 10 بناتها هيتحجبوا، يبقى احنا ندخل نفسنا ليه؟ لا حول الله، لا حول الله. وبعدين الحاجة طالعة تتكلم في حكاية ان مدام هناء سبت طليقة رضا. طب انا عايزة اسألك وافكرك بحاجة يا حاجة، لو تفتكري كده ارجعي زمان لما كنت مع مدام هناء، ارجعي كده، رجعي فيديوهاتك كده، ارجعي لورا شوية كده وشوفي حضرتك كنت بتقولي ايه. مش سيادتك اللي طلعتي وقلتي ان طليق مدام هناء وامه هما اللي فضحوا ام الاولاد؟ وانا طلعت قبل كده عملت فيديو على الموضوع ده لما انت قلت الكلمتين دول. افتكري كده يا حاجة، مش سيادتك اللي قلتي وسيادتك اللي فضحت الدنيا، وحضرتك اللي قلتي ان طليقها ومامته هما اللي فضحوا الست؟ مش حضرتك اللي قلتي كده؟ دلوقتي بقت مدام هناء هي اللي فضحت الدنيا وهي اللي اتكلمت في اسرار يا ست بنفرض مدام هناء اتكلمت مع واحدة على الخاص، واحدة كانت بتعتبرها صديقتها او حبيبتها وفضفضت معاها بكلمتين. الست دي ما طلعتش امينة وطلعت على الخاص، او بعتتها لناس على العام، بعتتها لناس طلعوها على العام. يبقى مدام هناء هي اللي فضحت؟ لا طبعا، مدام هناء ما فضحتش، زي اي واحدة ست في الدنيا. ومحدش يعمل نفسه ان هو مش، لا ما نعملش كده، لا، كل الستات بتعمل كده. كل الستات لما بيكون جوزها متجوز عليها، واخدين بالكم، او يعني مش جوزها متجوز عليها، ليها ضرة، ليها اي حاجة، او بعيدة عن الضرة، في حاجة جواها عن حد، بتقبلها صديقة مقربة، بتطلع تفضفض معاها. ما بيحصلش. ودي احنا بنشوف الكلام اللي بيحصل لما يكون واحدة متجوزة على ضرة، شوف بيطلعوا يقولوا على بعض ايه. لكن مدام هناء ما طلعتش قالت على العام، مدام هناء كانت بتتكلم. انا ما سمعت الصراحة، انا سمعت الناس بيحكوا ان مدام هناء قالت لصديقة، والصديقة دي كانت بتحبها قوي مدام هناء وكانت بتفضفض معاها، فالصديقة دي خدت الكلام لما زعلت مع مدام هناء وراحت ايه، دول الناس نشروه. يعني مدام هناء مش مخطئة، مدام هناء بريئة في الموضوع ده. اللي فضح هو اللي نزل. وسيادتك اللي جيتي قلتي ايه، ان هو وامه هما اللي فضحوا ام العيال ولادهم، يعني مش مدام هناء. فاتقي الله في كل كلمة بتقوليها. ده انت يا حاجة ماسكة المصحف في ايدك وانت بتتكلمي. اتقي الله يا حاجة، اتقي الله. انا والله العظيم يعني مش عارفة اقول ايه، انا طولت الفيديو قوي يا بنات، معلش. يلا اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.